السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. النهاردة جايالكم بطاجن اختراع كل اللي شافه انبهر بيه بجد ومعرفش يقول ايه مكوناته. بجد تحفة جدا وخطير زي ما انتم شايفين كده. طاجن الميسة احلى طاجن بجد عملته، حاجه كده من اختراعي وعمال ايديا. يلا بينا اقول لكم المكونات. اول حاجه كده معايا بتنجان قشرته وقطعته دوائر زي ما انتم شايفين كده، وكمان معايا كوسه غسلاها وشايله القمع من فوق ومن تحت وهقطعها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. في تركايه في الفيديو هتنقل الطعم في حته تانية خالص، اتفرجوا للاخر عشان تعرفوها. بجد كده حاجه اختراع ومن عمايل ايديا بجد. هقطع الكميه كلها وارجع لكم تاني. كده رجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما قطعت الكوسه والبتنجان وكمان قطعت بطاطسايه دوائر زي ما انتم شايفين. هبدا بقى احمر البطاطس. سخنت زيت كده وهبدا احط فيه البطاطس واحمره. وكمان يا حبايب قلبي لو مش عايزين البتنجان يشرب زيت هو والكوسه تحطوه عليه ملح وتحطوه تسيبوه لمده ربع ساعه ينزل ميته، بعد كده تغسلوه وتحمروه. وهنا انا كده حمرت البطاطس وهطلعها من الزيت. اوعى تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة. طلع البطاطس كده من الزيت وصفيها كويس جدا، وهبدأ احمر البتنجان بقى واحط بطاطس تاني واخلص الكمية كلها. احط معاكم بتنجان دلوقتي واحمره. زي ما انتم شايفين كده بدأت احط البتنجان عشان يتحمر. اهم حاجه يكون الزيت سخن جدا وتكونوا عاملين البتنجان بملح زي ما قلت لكم. ودي كانت لحمه متعصجه موجوده عندي في الفريزر، بدات اسخنها كده. وهعمل معاكم دلوقتي البشاميل. حطيت معلقتين كبار من السمنه عليهم معلقه من الزيت، وهحط عليهم 3 معالق من الدقيق، وهبدا اقلبهم مع بعضيهم بالمضرب واحط مكعب شوربه. حطيت كده مكعب شوربه وهنزل بقى باللبن عليه. اهم حاجه تقلبوا في البشاميل على طول عشان ما يزغمتش او يكلكع منكم. واحط على البشاميل كمان جبنه موتزاريلا، وحطيت رشه فلفل اسود وكمان رشه بهارات 7. قلبتهم كده بالشكل ده وهبدا احط عليهم جبنه موتزاريلا. حطيت كده قطعه من الجبنه الموتزاريلا. وهنا بقى بعد ما حمرت البتنجان والبطاطس والكوسه وجهزت كل المكونات، وده البشاميل اللي عملته معاكم. هبدا بقى اعمل معاكم الوصفه بتاعت النهارده، حاجه اختراع من فاخر من الاخر بجد. معايا كده الصينيه او الطاجن اللي هحط فيه. حطيت اول حاجه طبقه من البشاميل وبدات ارص البتنجان اول طبقه. بعد ما رصيت البتنجان هبدا ارش عليه بشاميل برضو كده بسيط. هعملها نظام طبقات يعني. احط بقى طبقه من البطاطس زي ما انتم شايفين كده، وارش برضو رشه من البشاميل فوق البطاطس. كل طبقه وطبقه هحط فوقيها رشه بشاميل. حطيت طبقه بتنجان وطبقه بطاطس، هبدا بقى احط طبقه من اللحمه. تقدروا تستغنوا عن خطوه اللحمه خالص وتحطوا مثلا فراخ شاورما، ممكن تستغنوا عنها خالص وتخلوها طاجن كده خضار مع بعض. بجد الطاجن ده من اختراعي وبجد هيعجبكم. حطيت كده طبقه اللحمه احط عليها شويه من البشاميل زي ما انتم شايفين كده، وهبدا احط فوقيها كوسه زي ما انتم شايفين كده. رصيت الكوسه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هبدا برضه احط عليها شويه من البشاميل كده زي ما قلت لكم. كل طبقه والتانيه بحط عليها شويه من البشاميل، بيدي طعم كده للطبقات ويخليها جوسي كده ومايصه في نفسها. بجد الطاجن ده حاجه كده وهم بجد. كل اللي اكل منه عجبه ومعرفش حاجه جديده كده مختلفه بالنسبه لهم. حطيت بقى طبقه بتنجان تاني
وبعديها حطيت بشاميل فوقيها وبدأت احط برضو طبقة من اللحمة تاني. حط بقى بعد ما حطيت اللحمة كده هحط برضو شوية من البشاميل تاني، وابدأ بقى احط البطاطس اللي متبقية والكوسة على الوش، ارصهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، وكمان عايزين فيديوهات ايه تاني اعملها لكم. زي ما انتم شايفين كده رصيت الكوسة والبطاطس، رصيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد تحفة وحاجة كده وهم خطير خطير، وبجد لو جربتوها تعرفوا بنفسكم. هبدأ بقى احط البشاميل على الوش، على وش الطاجن كده، واسويه وارجع لكم تاني. اهم حاجة البشاميل ما يكونش خفيف ولا تقيل قوي، زي ما انتم شايفين كده وسط. وكده بعد ما سويت البشاميل على الوش ابدأ بقى احط جبنة موتزاريلا، بتدي طعم خرافي وكمان بتدي مطة رهيبة. وكمان في تركايه هقولكوا عليها دلوقتي، زعتر. هحط زعتر على الوش، بجد بينقل الطاجن في مكان تاني خالص. حطيت كده رشة من الزعتر وهدخله يستوي من تحت. هو مستوي اصلا، هديه الوش من فوق وهديه الوش من تحت، وده شكله بعد ما طلع. بجد حاجة خرافي ووهمي جدا. حطيته على درجة حرارة 160 في الفرن لمدة 5 دقايق، وبعدين طلعته اديته وش من فوق على الشواية. بجد شكله خرافي. شايفين اصلا الجمال والحلاوة، حاجة كده وهم. يلا بقى اقطعه معاكم واقدمه. جوسي وطاجن مايس ولايس وسيح في نفسه قوي، يعني حاجة كده خرافة من اختراعي. يلا بقى ندوق سوا. يامي بجد، خطير، تحفة، وهم كده. شايفين الكوسة كله مستوي بجد، وحاجة خرافي بجد جدا. الله على طعمه، حكاية. شايفين من جوه في الطاجن عامل ازاي؟ يلا كلكم لازم تجربوا، كلكم لازم تجربوا طاجن المايسة وتقولوا رأيكم فيه. شايفين الجبنة عاملة ازاي على الوش، عاطية كده طبقة جميلة جدا، والبشاميل جوسي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة.